كمير جميلاتي، اليوم راحة تايم، ما راح أطلع من البيت. حطيت ماسك الجرجير على شعري. الحين بحط على وجهي كوكونات أويل مع قهوة بسوي سنفرة. الحين راح أحط شوية زبدة شيا، هذه تعطي ترطيب حق الوجه. سويت الماسك. بنات بقول لكم الفايدة من الكوكونات أويل، أول شيء إنه يجدد البشرة، يعطي نضارة، حتى اللي عندها هالات تحت العين يخفف من الهالات، يشيل أثار الحبوب. الفايدة من القهوة إنها تقشر البشرة، تزيد النضارة، تجدد خلايا البشرة. فهالماسك وايد حلو إنه تسوينه مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع. وسلامة. سوري على المنظر البشع، بس أنا رافعة المنظرة، مالي خلق إني أوقف. شوفوا كذي. طبعا البشرة لازم تكون. خلصت الوجه، دار مدار العين. وبس الحين أنطر 10 دقايق، بعدين أسنفر وجهي وأغسل، والشعر يبيلي أنطر ساعتين. قول لي يصير حق الحامل إحنا شنو حاطين؟ قهوة وجوز الهند وزبدة الشيا، عادي ماكو شي يعني ممكن يأثر. اللي تسأل شنو نوع القهوة، عادي يعني أنا اللي مستخدمتها الحين قهوة تركية. اللي تسأل عادي أحط على الهالات عادي، بس أنا ما أحط لأن الحمد لله ما عندي، بس عادي، بس أنا لا تقربين صوب العين من داخل مو زين. اللي تسأل شلون تقدر تشيل الأظافر، بس حطي ماي حار، وهذه من أي مكان حق الكماليات والمكياج، وتشيلينهم عادي من غير لا تكسرين أظافرك، بس خليهم فترة بالماي الحار. بالذمة سنابي اليوم مو مفيد، والله أنا مفيد. تشوفون شلون شلتهم بسرعة من غير لا أخرب أظافري. بس الحين أبردهم وأحط مقوي أظافر وكل شي.